يا هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. ببيضه واحده بس هنعمل الكميه اللي معانا دي كلها. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك ومتابعه الصفحه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. شايفين ما شاء الله الكب كبير جدا وطري، وكيك طري وجميل ازاي. يلا بقى ندخل على الطريقه والمقادير على طول، وما تنسوش اللايك والمتابعه والاشتراك في القناه. معنا هنا بيضة بس نحطها كده في بولة أو حاجة، ورشة ملح ومعلقة فانيليا ومعلقة خل وكوباية من السكر وربع كوباية من الزيت. نقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي أو بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط، مش هتفرق كتير. ونحط ربع كوباية زيت ونقلب كويس أوي بالشكل ده لما السكر يدوب. تمام تمام تمام. هنضيف بقى كده كوباية إلا ربع من الحليب أو اللبن. الكوباية اللي معايا دي ربع كوباية، عشان كده بضيف بقى يعني بالتدريج. ومعانا هنا كوبايتين من الدقيق المنخول، ضفت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وقلبتهم كده كويس قوي، وحطيتهم في البولة على الخليط اللي احنا عملناه بالشكل ده، ونقلب كويس جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام تمام تمام. هنحط كده معانا ده معلقتين نشا. نسيت احطهم على الدقيق. هنحط كده معلقتين من النشا عشان كده يخلوا الكيك ناعم معانا بالشكل اللي انتوا شايفين ده. شايفين ما شاء الله الكيك جميل جدا وسهل وبسيط. هنحط بقى كده في القوالب اللي هي بتشترى بتاعه الديسباسيتو دي، بتشترى من عند مستلزمات الحلواني، بس انا بصراحه ما حبيتش القوالب دي خالص، القوالب التانية احلى منها. نحط بقى انا عملت في 6 قوالب، بس الحجم ما كانش عالي. لو عايزين الحجم عالي كده وماليه الكب معانا، نعملها في 4 بس. انا عملتهم في 6 بس الحجم ما كانش عالي قوي، عشان كده انا هحوش واحد ازود له 4، وهشيل واحد خالص مش هعمله. يعني انا هزين معاكم 4 بس. تمام. دخلتها بقى الفرن لما استوت كده بالشكل ده، ما تاخدش تلت ساعه او على حسب الفرن بتاعك. وحطيت بقى القطعة دي في الأماكن اللي هي اللي معلش، لأن تسوية الكبات دي ما عجبتنيش بصراحة. الكبات التانية أحلى منها بكتير. معانا كده بقى مية وسكر، وحطيت عليهم كده شوية صوص كراميل أو مية، بس ده على حسب التحلية اللي انت عاوزاها. وهنسقي بقى الخليط بالشكل ده، أو ممكن نسقي حليب برضو بسكر. ونحط كده عليه بالشكل ده، نسقيهم كده كلهم كويس، ونضرب بقى نص كوباية كريم شانتيه عليهم نص كوباية مية، عليهم معلقة كريمة باستري ومعلقتين سكر، ونقلبهم بالشكل ده كده. ونحط كده طبقة من الكيك كويسة على سطح الكيك، ونفردهم بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان يبقى سطح الكيك كده أملس. لو عايز تحط بقى على أي صوص من يعني اللي جاي بقى، عايز الصوص اللي انت حباه حطيه. أنا حطيت صوص فراولة، قلت عشان يعني يبقى طعمه مختلف شوية، بس طعمها جميل جدا. ده صوص فراولة بالشارع جاهز، وممكن تعمليه في البيت. انا عملت كده خطوط عشوائي من الصوص بالشكل ده. عايزه تفرديه بقى بالمعلقه زي ما انا عملت الكاب ده كده، عايزه تفرديه كده ماشي، مش عاوزه اعملي زي ما انا هعمل كده تاني. عملت برضو زي زجزاج كده من الصوص بالكريمه، يعني خطوط عشوائي كده بالكريمه على الصوص مع بعض. بدي شكل عشوائي كده، ولو حابه تفرديه افرديه. تمام. هتزين بقى حسب الرغبه وحسب اللي انت حباه وحسب ذوقك، بقى زيني براحتك. حطيت بقى كده على الوش يكسر اللون شوية شوية كريسبي شوكولاتة، كريسبي اسود، يعني اللي يكسر اللون شوية الأحمر اللي معانا ده. وحطيت برضو كريسبي كبير كده في النص. والتزيين بقى حسب رغبتك. وما تنسيش بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو في التعليقات. وتقولي لي ايه رأيكم في وصفة النهاردة، وصفة اقتصادية جدا. وما شاء الله الكب ده معايا كبير يكفي فردين. يعني ما شاء الله الوصفة اقتصادية، وعملت معانا وصفة حلوة وبسيطة، وتكفي معانا عدد الأفراد الأسرة كلها إن شاء الله. ما تنسوش اللايك. سلام عليكم.